أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تماشاوان انهیجات برنامه دیده ام دی سال پیش بریونه خود تعالی توفیق ما وج آراس ربده برنامه مال سر عقیده اسلامیه ام لسر عقیده ویگا اف حیات عالم برزخی عالم قبری که چاوایه که خدا پیغمبری خودت وی خسته چکوتنه اهل قبره که تین عذاب دان یا خود نعمت و خوشی جواره هیتنیه أميل سرفيت سكننا إدي سماع الموتى والاستئذان والاستئناس بزيارتهم والتلقين. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من رجل يزور قبر أخيه ويجلس عنده إلا استأنس به. جديا مع عائشة هاتي الروايات كرين خوي طلع راضي بناخ عليك ويجي رسول الله صلى الله عليه وسلم روايات كريا رسول الله قوتيه چه إنسانك يكو قبر براي خو زيارت بك ويجلس عنده البالغ الرون البرقبراوي رونا إلا استأنس به مطلقا صبرا برايوي برونشتنا ويا ويدي صبراويدي. أورده ابن القيم الجوزية في كتاب الروح. ابن القيم الجوزي كتاب أخوي الروح ده اف حديثة هاني رواية كريه. ابن قيم الجوزي مشهورة يعني عالمكي مشهورة كو يعني حديث ضعيف وياخد حديث موضوع قبولناك بالخاصة حديث موضوع قبولناك حديث الصحيح جي أكثر وقبولناك يعني مشهورة بتدقيق حديثتك تشتكو زانبكي ناقوتني رسولنا يعني ناخ كتابي خواه. وقال ابن عبد البر ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رسول الله تثبيت كيكو رسول الله وها قوتيا ما من رجل يمر على قبر أخيه كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام. دبي يعني ابن عبد البر قوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم قوتيا چقا شخص كي كود بر قبره براكي خوده هره والدنياي وي براي خو ناست كه يعني هفدو ناست كند الدنياي ده تدي غاية دفرده دمكيش براي اسلامية يعني نا براي جديبا چنكو براي جديبا وش خو مطلقة هفدو ناست كن وقتا براي جديبا بانا يعني پیغمبر من ندو كوي ناس بكه مطلقة فيسلم عليه السلام بدا إلا رد الله عليه روحه وخدي روحي بلا يتيخ وجوداوي حتى يرد عليه السلام جبوكو كاربا سلامي لسلامة برايخو وقارين لي. صححه عبد الحق كما في كتاب أحكام تمني الموت. أف عبد الحق ذاتك مزنا كتاباوي تمني أحكام تمني الموت حكم تمني مرني دويدري ده أف حديثة هانيكي رواية كريو قوتي أف حديث صحيحة. وقال ابن القيم في كتابه ابن القيم جد كتابه خد قوتي عند ذكر هذا الحديث وقت في حديث ذكر كريو قوتي فهذا نص أفيان نصك قطعي كالسين في أنه يعرفه بعينه ويرد عليه السلام ويبشعفي خو ناستك وقت برايوي تزيارتاوي وسلامة ليد فقرين سلاماوي ليد فقرين. وروى الخطيب وابن عساكر عن أبي هريرة رضي الله عنه فاناجي الراوية معتبر خطيب ابن عساكر واجج أبا هريرة رواية كده خد راد ابن خليب النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد يمر بقبر رجل كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا عرفه ورد عليه السلام. الشخص كي كود بر قبره براكي خو مثلا براكي خدهره وليه السلام بدا ومسألة أو إنسان الدنيا أجر أو شخص ويناس بك مطلق أو إنسان ويناس بك بسلامة وي ليد وقارين يعني خوي تعالى حياتي تخيك وسلامة براي خوي ليد وقارين. وقال أيضا في سنن في نفس الكتاب دعيني بكتاب في موضع آخر تجيك جديدة وفي الصحيحين عنه الصحيحين هذا جي هاتي الروايات كرن صلى الله عليه وسلم من وجوه متعددة قالك وجهها
أنه أمر بقتل بدر. يعني صحيحة مسلم بخاري دجي ودقال كتابي صحيح ده أو كريكو بيغمبري ما أمر كريكو البدري مشركيكو هاتبونا كشتن فألقوا في قليب لوير بيرك هبويا يعني بأمر رسول الله وأنسانا آفيت ويبيري ثم جاء حتى وقف عليه وناداهم بشترى پیغمبر هات و مثلا يعني لسر كبيا بيري سكني و غازي وان كر يا فلان ابن فلان اي فلان كسي كره فلان كسي يكو وانكو هاتون كشتن و آفيت بن بيري ناوي واغوت وبوي شكل هانكي هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا او وعدكم خديب ورداي او وعد ربكم راستي هاتن فإني وجدت ما وعدني ربي حقا أو وعدك ربي من بمرداي أز راستي وعد ربي خوهاتم يعني ربي من وعد مرداي بمرا آنيجي أو وعدك بورجي داي يا آنيجي فقال له عمر حضرت عمر قال يا رسول الله ما تخاطب من أقوام قد جيفوا قويا تبهنا كارا خبر دي بونا كلاخ يعني بين بوا كتيا ومسألة تبوان را خبر دي ما دنك دتشوان إدي دبي فقالت بي رسول الله صلى الله عليه وسلم قو والذي بعثني بالحق أسقسمتكم بويكو أز بحقي شاندما ما أنتم بأسمع لما أقول منهم أفتشتيكو ون دنگي مدكن ون جواب برتر دنگي مناكن يعني چوا دنگي بتيوا زيادة تر دنگي متچوان ولكنهم لا يستطيعون جوابا اما نكارن جواب المفقارين او جوي جوابي هاتنا منع كرن نكارن لمفقارين اما دنگي من تچوان وقال وقد شرع النبي صلى الله عليه وسلم لأمتي إذا سلموا لأهل القبور إذا سلموا لأهل القبور أن يسلموا عليهم يعني بيغمبر ما غير هاتين مشروع كرين يعني بيغمبر ما يعني جمارة كريه الشريعات وقتاكو أمل أهلي قبورا أهلي قبرا مدبر قبرا هرن أملوا سلامي بكين أن يسلموا عليهم سلام من يخاطبونه سلامة مخاطبة يعني مرف وكا يك الحافة مرف ود حضورا مرف دفا بوي شكل مرف سلام أهل قبراتك فيقول إنساني مسلمان وقتات بار قبرات هذا وهابجة السلام عليكم سلام لسروبة دار قوم مؤمنين يعني مالا شخصي مؤمن يعني مكان جي مثلا شخصي مؤمن وهذا خطاب لمن يسمع ويعقل ايكو مثلا انسانيكو دنقات كو مثلا هشي بالسريوية اف خطابك معرفكو وكب انسان وصاربك يعني ديمك اهلي قبرات دقيا معرف تشاوان جلو ما معرفوا مخاطب دستينة ومعرف سلامي الوادك وقتاكو فايدة سلامي تنبونا يا دنق نچو بانوان او سلام جالي كيف جي وارد بالشفاعات مثلا وقتاكو شفاعت تنبانا و وقتاكو دنگ نچونا و انسان مري وي چاخي پیغمبر ما افتشتهاني اج امتا خورا مشروع نتكر و امري وابي نتكر حلبكي حديثي قلق صحيح ومتواتر هناك و پیغمبر ما اج امتا خورا قوتيا وقتاو هنا سر قبراب في شكلي خطابي قبراب كن سلام الواب كن جوارا دعاب كن پیغمبر ما جي بزاد دچو سر قبراب بالخاصة باقيع ويجي ويشكلي سلام لواتكر ولولا ذلك لكان هذا الخطاب بمنزلة الجماد والمعدوم أجركو دنگ نچونا و انسانا اف سلامة هانيكي اف خطابة هاني وكتب كفرار خبردي وكتب تشتنا تنر خبردي يعني دبو عبس يعني اف جي حاشا ديني خدي دا عبستنا پیغمبر ما تشتي عبس نابيجه وثبت عن النبي عنه صلى الله عليه وسلم رسول الله ثابت بالروايات الصحيح أن الميت يسمع قرع نعال المشيعين له إذا انصرفوا
اوی کو چونه سر مثلا یک مریه ایکو چونه سر قبراوی ویج بو دفناوی وقتا کو دفن دکنو دفگرن دنگ صولوان دچوی انسانی مری دنگ صولوان دچوی انسانی مری وقتا کو سر قبرا دفگرن. وقال والسلف مجمعون سلف إجماع كرنا على هذا وقد تواترت الآثار عنهم. أسر حديثي كجوهاتنا الرواياتين قشنا حديث تواتري بأن الميت يعرف زيارة الحي له ويستبشر له. إمري قاوا إنسان تشا زيارته إمري يعني بيت حسا زانك وكي هاتي زيارتاوي وبهاتنا ويجي كيف قشت به. ایکو چه سر قبره انسان که مری اوی مری وی ناست که زانه کی هاتی زیارتاوی و بوی هاتن اویجی کیف قشت به. اف جی طبی ده کتاب الروح لابن قیمت کتاب ابن قیم ده اف هتشته هانی هیه. ابن تیمیه جی شخص کی یا انسان کی معتبره حدیث ایکو نصحیح بین ایکو اعتبار جواره تنبه ناخ کتابی خو نج اخلاقی بیه. في شكل هانيكي إيدي وقال أيضا تجيك ديدا وها قوتي في الفتاوى مسألة الأحياء إذا زاروا الأموات هل يعلم الأموات بزيارتهم جي برسينا قوتي أفيكو صاغد چنا زيارتا مريا معجبا مري بزيارتا وان زانن كبنا فرقي وهل يعلمون إذا مات من أقاربهم أو غيره أم لا عجبا أبيكوش أقربي وان دمرن بمرنا وان فرق تكنكو مرنا يعني مري بمرنا أقربي خوا فرق تكنكو مرنا يا هي صاغن يا فلانة في شكل زان الجواب نعم أوي وها جواب قوتي بلي فقد جاءت الآثار وآثار الصحيح بتلاقيهم وتساؤلهم وعن أعمال الأحياء على الأموات يعني الروح فأهل قبرا من طبيعي صالح أهل قبرا تينا باحف دقيجنا حفدو سؤالاج حفدو تكين وتشتكو عملي مثلا صاغا كيجا صاغ أقربيوان أو كيجا صاغ كي تشتكت برسن على الأموات كما روى ابن المبارك وتشاوكو ابن المبارك الرواية كري ذات كي مزنة عن أبي أيوب الأنصاري ويش حضرتي أبا أيوب الأنصاري الرواية كي قال إذا قبضت نفس المؤمن وقتاكو رحي إنساني مسلمان جيتي ستاندن تلقاه أهل الرحمة من عباد الله أهل الرحمة عبادي خدي راستي ويتين كما يتلقون البشير في الدنيا شابا يكيكو مزجيني كي الدنيا دبينا يكجيكي دور ولا أهل ويجيليد جفن عين ولو يكيكو دمراجي يكي شخص كي مسلمان بمرا عبادي خدي صالح وإنساني مؤمن ليد جفن فيقبلون عليه ويسألونه ويقبول دكين وسؤال جيتكين فيقول بعضهم لبعض هناك شهفرات بيجين انظروا أخاكم يستريح بحيرة كافيكا دفجي بدن هنوات يبلان كي استراحت بكهيجا فإنه كان في كرب شديد وهي نوجناب أقرب إخوة دوستي إخوة هاتيه فيدري هنا كيوي بحالي بيبهلن بلا هنا كي استراحات بك بشتر أمي سؤالي خجيبكن قال فيقبلون عليه بري خود الدنيا بشترى ويسألونه وبرسوء سؤال وبرسا جيتكين ماذا فعل فلان وفلان كس تشتك ماذا فعلت فلانة فلان بيرك تشتك هل تزوج زوجية يانا ارتغوار حاصلي هر كس حالي أقربي خود دوستي خود فلاني خود برسا إيدي لفير أفاني كو عذاب قبري إنكار دكين ونعمتي قبري إنكار دكين ود بيجين إنسان قبره خود مرينة دنگ ناچوا هناك دليل خب في آياتين بآياتش خورت كنا دليل وأما قوله تعالى بآياتك بإنك لا تسمع الموتى تدنگ نكاري ببيمريا وقوله تعالى ده آيات كيدت بيجا وما أنت بمسمع من في القبور كنت قبرا دنات نكاري دنگ ببيوا أفيا فالمراد بهذا السماع غايب في دنگ برني سماع قبول وإذعان للإيمان يعني السؤال قبول كرنا إيمانية يعني وقتا كنت إنسانك مير
ایدی yani ew insan artık deriyê îman anîne û deriyê xêr û guneha lê tê girtin. Wexta ku tirabî tu jê re mesela îmanê bêjî û tu jê re wî dawetî îslamê bikî felan bikî artık ew fursa ji destê wî derketiye. Ew insan tu nikarî deng bî miriya yanî tu nikarî îmanê bi miriya bidî qebûl kirin lewra mirî deriyê ew kê lê hatiye girtin deriyê imtîhanê. Ew îdî çûye alema mukafat û cezayê ew derî lê hatiye girtin gaye pê ev e. İdî eviya em vê tewîla hane ku em dibê gaye pê ev e em vêya ji ku derdixin. Yani em vêya ku dibêjin tu nikarî deng bibî miriya yanî dengbirina qebûlê û îmanê tu nikarî wî dengî bibî wa. Eviya em vê tewîlê em tewîl dikin em ji ku derdixin lewra Xwedê di Qur'anê de gotiye înneke wexta ku gotiye inneke la tusmi'ul mewta tu nikarî deng bibî miriya tu peyra wiha gotiye. Ya in tusmi'u illa men yu'minu bi ayatina. Belkî ê ku îmanê bi ayetê metînin tu dengkarî bî wa. Ê ku îmanê bi ayetê metînin. Lewra insanê ku li dunyayê îman anîne yani ji xwe îmana wexta ku pêxemberê me gazî wat dike û ji wa re dibêje ew karin cewaba pêxember bidin bê mesele we ya xwe tu cewaba insanekî bidin. Mesela wî şeklê hane ew karin. Mesela gava ku li ser qebra mesela insan tê ji bo telqîna wî nake pêxemberê me gotiye şexsekî li wir bihêlin bira tiştê ew ki bêxine bîra wî. Çünkü insan wexta rihî hatiye standin falan belkî zêde ketiye eziyetê te belkî hinek tişt ji bîra wî çûbin ew insanê mümin işte şexsek li wir disekine telqîna wî nakê dike. Telqîn ku te dî ser meyîtat xwînin telqîna wî nakê dike ew telqîn fayda insanê mümin dide ew dikeve bîra wî de. Wexta ku jê re dibêjin ew deng diçiye dikeve bîra wî de fayda wî dide ama yekî ku di dunyayê de ne mümin be ew telqîn fayda wî nade. Yani wexta ku jê re dibêjin jî deng naçiye de û deng herî jî yani nizane evê ku dibêje çi dibêje yani axiretê yani dunyayê çi be halê wî li axiretê jî ew e. Yani li dunyayê Müslüman be li wir jî Müslüman e li dunyayê ne Müslüman be li wir jî ne Müslüman e. Vî şeklê hanekê hatiye ew kirinê. İdî ev şekil jî ev jî heye yani te dî Xweda ji pêxembera dibê tu nikarî deng bibî wa. Yani mesela yani Xwedê deng diba wan. Wexta Xwedê deng nebe yekî mirî insanek nikare deng bibîye. Yani Xwedê Teala gava bixwaze dengê meriv diba wan. Wexta Xwedê nexwaze dengê meriv naba wa. Ve yaxud te hinek ulema jî vî şeklî ew kirine vî şeklî gotine. Gotine yani manat yani mewta gotine evê ku halê miriya de ne. Yani ev insanê sağ ev insanê saxê ku halê miriya de ne. Ew insan yani guhê waş heqiye hatiye girtin. Ev insanê saxin û ama weke miriya ne yani guhê wan ji heqiye hatiye girtinê ev insanê hanê tu nikarî deng bibî wa. Çiman vî tiştê hanê em dibêjin lewra gelek hedîsê sahîh ku vêga me xwendin hadîsê sahîh ku vêga pêxemberê me wexta ehlê bedrê müşrikê wan avîte bîrê û ew kir vana sahîhin vana mutewatirin vana gelek mesela ihtilaf tê de tune ye ve hedîsê wiha zehfin. Bir de ayeta Qur'anê ku li ser mesela şehîda wekî dî falan demek hayata berzexê alema berzexê ne wek alema me dinyayê. Yani ew alema berzexê yani insan li wê dirê ne ku wexta mirine artık çûne û yani mirin û mirin. Li wir jî hayateke li gorî wê dirê heye. Berhasilî vî şeklê hanekê Peygamberê me sallallahu aleyhi ve sellem دتشو سر قبره. وفيه أيضا أخرج سعيد بن منصور عن ابن مسعود قال كان الرسول الله صلى الله عليه وسلم يقف على القبر. رسول الله تشو سر كفيا قبر السكني بعدما يسوى عليه بشتيكو مثلا خلي بيدات كرن يعني آخ بيدات كرن يعني قبراويناك فيقول دقوت اللهم نزل بك صاحبنا يا ربي أف هوالي ما هات يباته
يعني هاتي عالم آخرتي وخلف الدنيا خلف ظهري الدنيا طبي خرجتيا بيغمبري ما تقول اللهم ثبت عند المسألة يا ربي وقتا ملائكة ورن سؤال جيبكن منكرون كير سؤال جيبكن لنجي وي ثابت بهلي توي أو كبكي يعني قوتنا كل دنيا حالي وي إيماني قوتنا أشهد أن لا إله إلا الله وات وي السروي ثابت بهلي بيخي بيراوي منطقه ولا تبتليه في قبري تتقبراوي ده تويندي يعني امتحانك تويندي عذابه بما لا طاقة له بي امتحانك كزيدي قوتاويبة يا ربي امتحان كوصا ندي ده في شكل هانكي قالك علماء في خصوص ده أو كرنا إذا يكش دليلك وحياة آخرتك وعذاب ويناكي هي وأعمال إنسانتين عرس كرني قال الله تعالى خدي قوتي النار يعرضون عليها غدوة وعشية قوتي أف مثل قوم فرعون قد أفيد خنقين خدي تعالى القرآن دت بيجا صبو إيفارا تين عرس كرن لسر آقر يعني صبو إيفارا خدي تعالى جل جلاله دبي جيوة جهنمي ده أفدر ونيد فيدري ده أو آقر ده جيوة جهنمي ده أفدر سورك جيوة جهنمي ده شخو عذابك وتديتنش غيري ويجي جيكو جهنمي ده ويتي ده بجين وي جيواج نشاني وادنج بو أزيتي بيبين وأخرج أحمد والحكيم الترمذي أحمد وحكيم الترمذي روايات كنا في نوادر الأصول وأبو مندى أو يعني شخصك إنسان كي معتبرة قال رسول الله قوتيا إن أعمالكم تعرض على أقاربكم دبي يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم قوتيا عملي وتعرس كرن لسر أقربائي وعشائركم سر عشيري من الأموات جمريا فإن رأوا خيرا استبشروا أجر بنيرن عملي وان خيرا كيفا وانتي يعني وقتا كوفيقا أقربي ما يكون مرنا أف عملي ما يكون أمدكن للدنيا خير بالشربة خدي وي عملي ما نشاني واندده أجر أو عملي ما خير بشخوا كيفا واتي وإن كان غير ذلك وقتا عملي إنسان نخير بالشربة قالوا اللهم لا تميتهم حتى تهديهم قلت يا ربي ترحي ونصتني حتى توا هدايتك كما هديتنا شوكو تأم هدايتك إن أوريا حق راس ديني خو تديني خو نشاني مدى كما بي إيمان آني يا ربي توانجي لسر إيماني بمرني توان هدايت بكي ها في شكل هانك هر إنسانك عملي وي تعرس كرن سر أقرباي وي مسلمان وأخرج الطيالسي في مسند عن جابر بن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله وها قلت إن أعمالكم تعرض على عشائركم عملي والسر عشيري وتين عرسكر وأقاربكم أقربي وفي قبورهم تقبري واندا فإن كان خيرا استبشروا أجل أو عملي وخير بكيفا وانتي وإن كان غير ذلك عملي وان خير بقالوا اللهم الهمهم أن يعملوا بطاعتك يا ربي إلهامي بديوانكو بطاعتي تعمل بكن يعني إطاعة أمري تبكن توي بيخي بيراوان توان هدايتي ويدريبك وأخرج الحكيم الترمذي في نوادره من حديث عبد الغفور بن عبد العزيز عن أبيه عن جده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض الأعمال يوم الاثنين ويوم الخميس على الله هل رجاد الشمي بشمي عملي إنسان عرضي خديت على به يعني ملائكة ويعني عمل إنسان بن حضور خدي تعالى وتعرض على الأنبياء وعلى الأولياء عمل إنسان لسر بيغمبر أجي ولسر أولياء أجي والأمهات يوم الجمعة ولسر دي مرفجي رجا جمعي رجا جمعي أنبياء أولياء ودي مرف عمل مرف دبينن خدي تعالى نشاني واندده فيفرحون بحسناتهم حسنات وان كيف خوش دبن وتزداد وجوههم بياضا وإشراقا روي وان دها زيدا رونايد با چونكو كيفاواتيكو يعني أقربي وان زاروكي وان أولادي وان دريا خودي دانا يا پیغمبر أمتا وان كو دريا خودي دايا يجي أولياء خودي تعالى فاتقوا الله ولا تؤذوا أمواتكم تقوى يا خودي بكن أزية ندن أقربي خواه
ندنا مريه خو چونكو مريه وب عملي و كابنا فرقي خدي نشاني وادده بيت حسن جبوه قاواون عملي نباش بكن ازيتي بيد بينن بي محزون دبن وقتاون عملي قج بكن كيفواته. وأخرج ابن المبارك وابن أبي الدنيا والبيهقي في شعب الإيمان عن النعمان بن بشير نفتف حديث الفيدري الفر أو كما قديا خدي تعالى توفيق ما وتفجأ قنجر بدا هي كان حديثي دي جيهابون أما زمان ما نما خدي تعالى آلي كاربه إن شاء الله دوي خصوصي ده تشتي لازم بقى مجهف دورا بيجن اف تشتي ما قوتي تف حديث معتبر تفجي اجزات معتبر هاتنا جبر ويناكي افان تشتي كو ايكو فان تشتا انكار دكن وانا تدليلك دستي وادتنا تاني تغمينو وتشتي خود بيجن تشتي كو شيطاني خوهين كرند بيجن يعني تدليلك دستي وادتنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امانتي خدي